بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا شباب في فيديو النهارده. والفيديو ده كان جزء من لايف سيشن كنت بقدمها للممبرز في التليجرام تشانل بتاعتي. ولو حابب تحضر اللايف سيشنز دي بعد كده هسيب لك لينك التليجرام تشانل في الديسكربشن بتاع الفيديو، تقدر تخش وتجوين الشانل. واعرفك بنفسي الاول لو مش عارفني، انا احمد عبد الستار، سينيور جرافيك واي اي فيجوال ديزاينر. والنهارده انا هتكلم عن مشكله جايز هي باينة من اسم الفيديو أو من الثامنيل، ولكن إيه هي المشكلة اللي أنا جاي أتكلم عنها النهاردة؟ هي مشكلة أبدأ منين. كتير من الجرافيك ديزاينرز في بداية كاريرهم، في بداية تعلمهم، خاصة لو أنت بدأت تتعلم خلال السنة دي 2026، فأكيد سألت نفسك السؤال ده: أبدأ منين؟ أبدأ إزاي؟ أتعلم إيه؟ ويعني هل أبدأ بالأدوات؟ هل أبدأ بال AI؟ هل أبدأ بحاجة تانية؟ ولو هتعلم مثلا AI او هتعلم ادوات، اتعلم منين برضو؟ وفي الاخر هل ده هيضمن لي ان انا الاقي شغل في مجال الجرافيك ديزاين، او هيضمن لي ان انا الاقي كارير كويس؟ طيب، ان جنرال السؤال ال الاساسي هو ان انا عايز اعمل شغل مطلوب في السوق. حلو. ومش عارف انا ازاي اعمل شغل مطلوب في السوق، مش عارف اذا كنت المفروض اتعلم بقى AI ولا اتعلم فوتوشوب ولا اتعلم ايه، بحيث ان انا في الاخر اعمل شغل مطلوب في السوق. طيب، الإجابة ببساطة إنه السوق محتاج إيه؟ محتاج كواليتي ديزاينز، محتاج تعمل شغل بكواليتي عالية. تمام. سواء كان معمول بالاي اي، سواء كان معمول مانيوال، سواء كان معمول بأي كانت طريقة، المهم إن هو يكون بكواليتي عالية. يا فرحتي لو أنت بتعرف تستخدم الاي اي وبتعرف تعمل 20 ديزاين في اليوم ولكن الكواليتي بتاعتهم وحشة. ويا فرحتي برضو لو انت براود ان انت يعني بتشتغل بايدك وما بتتدخلش الاي اي في شغلك خالص وكل الافكار من دماغك وهكذا، ولكن برضو الكواليتي بتاعت الديزاين بتاعك مش احسن حاجة. يبقى بالتالي الفيصل الاساسي اللي يحدد انت هتلاقي شغل او لا، او السوق هيتقبل شغلك وهيطلبه ولا لا، هو الكواليتي بتاعت الشغل، مش الطريقة اللي بتعمله بيها. طيب، ايه برضو اللي يخليني او اللي يسمح لي ان انا اعمل شغل بكواليتي عالية؟ ايه الحاجات اللي اقدر او محتاج ان انا اتعلمها كديزاينر علشان اقدم شغل بكواليتي عالية، خاصة لو انا لسه ببدأ؟ في الحقيقة انا بعد سيرش وبعد سنين من التجارب ومن الشغل، وصلت انه في 5 حاجات اساسية هي اللي بتتحكم وهي اللي بتحدد كواليتي الشغل. وجمعتهم هنا اللي هم الكواليتي اسينشالز. والاسينشالز دي ما هي الا مبادئ تصميم الجرافيك، اللي كل الناس بتروح تقول لك ايه، عايز تبدا تصميم جرافيك روح اتعلم المبادئ، روح اتعلم الاساسيات، روح اتعلم الاساسيات. دي يعتبر هي اساسيات الاساسيات. بمعنى تاني، طبعا الاساسيات ومبادئ تصميم الجرافيك كتير جدا جدا جدا، ومن الناحيه الاكاديميه يعني ممكن تقعد تدرس فيها سنين. ولكن كحد لسه بيبدا، كحد محتاج يعرف عناوين اساسيه يبدا يتعلمها عشان يطلع شغل احترافي ومميز وبكواليتي عاليه، انا بقول لك ان دي هي ال5 اساسيات او اساسيات الاساسيات، اللي بتتفرع منها كمان اساسيات تانية كتير في يعني في علم التصميم. تمام. طيب، ايه هي الكواليتي اسينشالز دي او ايه هي الاساسيات دي؟ اول حاجة الكومبوزيشن، وتاني حاجة الكالر ثيوري، تالت حاجة التيبوجرافي، رابع حاجة الشيب سايكولوجي، وخامس حاجة الفيجوال ايدنتيتي. وهنشرح كل واحدة فيهم واحدة واحدة. اول حاجه هنتكلم عليها وهي الكومبوزيشن. الكومبوزيشن هو انا بسميه الفن الخفي لوضع الاشياء جنب بعض. تمام. ليه انا بسميه كده؟ لان هو فعلا حاجه يعني سطل شويه، حاجه مش دايركت، حاجه مش هقدر اقول لك 1 زائد 1 يساوي 2. لا، هي حاجه محتاجه انك تلقطها، وحاجة محتاجة تحسها. تمام. هنشرحها مع بعض واحدة واحدة وإن شاء الله نفهمها بشكل بسيط. مبدئيا، إيه هو الكومبوزيشن؟ الكومبوزيشن أو بالعربي التركيب أو التكوين، هو الطريقة اللي أنت بترتب بيها عناصر التصميم جوه مساحة التصميم بتاعك. حلو. يعني هو الطريقة اللي أنت بترتب بيها العناصر جوه التصميم، وبالتالي الطريقة دي هي اللي بتشكل وبتحدد
ازاي الكاستمر او العميل هيبص على التصميم، وهيبص على التصميم بأنهي ترتيب. يعني هيبدأ يشوف التصميم من أنهي حتة، وينتهي في عند أنهي نقطة في التصميم. طب تعالى ناخد مثال على تصميم. ناخد مثال مثلا تصميم اللي هو اللي بالأصفر ده اللي على الشمال. طيب، التصميم ده من حيث ترتيب العناصر هنلاقي انه المشبك هنا، وبعد كده التايتل اهو، وبعد كده في تاريخ، وبعد كده في فقرة كده او سطرين، وبعد كده في ويب سايت. في الغالب انت لما تيجي تبص على الديزاين ده هتبدأ تبص من عند المشبك. هتبدأ تشوف المشبك، وبعد كده عينك هتروح على التايتل اللي هو ignored every day ده، وبعد كده عينك هتروح على التاريخ، وبعد كده عينك هتروح على السطر اللي بعده، وبعد كده الموقع. لو كان الديزاين ده مترتب بطريقة تانية، كان ممكن تشوف العناصر بترتيب مختلف. وليكن مثلا لو كنا خدنا التايتل ده، حطيناه فوق في النص، وحطينا تحته المشبك، وحطينا تحتهم الفقرة دي، بالتالي كان أول حاجة عينك هتقع عليها هي العنوان، وبعد كده المشبك، وبعد كده الفقرة أو الداتا دي. عشان كده بقولك الكومبوزيشن أو طريقة ترتيب العناصر هي اللي بتحدد العميل هيشوف التصميم ازاي، والترتيب اللي هيشوف بيه التصميم. يبقى احنا كده فهمنا ايه هو معنى الكومبوزيشن، وشفنا مثال عملي على ازاي الكومبوزيشن بيأثر على رؤية الشخص للتصميم. حلو. طيب نرجع تاني نسأل سؤال تاني عن الكومبوزيشن. ليه مهم ان يبقى انت يعني تظبط الكومبوزيشن بتاعك، او بمعنى اصح لما انت تظبط الكومبوزيشن هتستفيد ايه؟ والعكس لو ما ظبطتش الكومبوزيشن الديزاين بتاعك هيبقى ناقصه ايه، او هتبقى ايه مشكلته؟ حلو. اولا زي ما قلنا الكومبوزيشن لو حلو ومظبوط بشكل يعني مناسب، معنى كده انه الكاستمر او اللي هيتفرج على الديزاين هيشوف كل حاجة في الديزاين، هيقدر بسهولة وبسرعة انه يشوف كل الديزاين، مش هيفوته حاجة بمعنى اصح. وفي نفس الوقت هيشوفه وهو مرتاح، وهيشوفه بأريحية. حلو. مش هيعاني او مش هيتعب علشان يلاقي اي تفصيلة في الديزاين بتاعك. وكمان هيشوف الديزاين بسرعة، او بمعنى اصح هيشوف كل الداتا بسرعة، لان احنا في العصر اللي احنا فيه، في عصر الناس بتسكرول فيه اسرع من اي حاجة تانية، ما بتقعدش على البوست غير ثانية ثانيتين. انت عايز اللي يشوف الديزاين في خلال الثانية ثانيتين دول يشوف كل التفاصيل المهمة اللي انت عايز توصلها، بحيث ان الديزاين بتاعك ينجح. لانه لو ما شافهاش خلال الثانية ثانيتين دول، غالبا لو الديزاين ده لأوفر فمش هيبيع. غالبا لو الديزاين ده عن براند مثلا بيلونش برودكت جديد او حاجه، غالبا الكاستمر مش هياخد باله لو الكومبوزيشن مش مظبوط. اخر حاجه انه لما العميل بيشوف ديزاين الكومبوزيشن بتاعه مظبوط، بيبدا يتكون عنده احساس من الثقه، انه الجهه اللي هو شاف ليها الديزاين ده جهه محترمه، وجهه منظمه، جهه بروفيشنال، وجهه عندها ليفل من الكواليتي، يقدر يرتاح لها، يقدر يثق فيها، ويقدر انه ايه يتكلم معاها. انما لو كان الديزاين ميسي، لو كان الديزاين الكومبوزيشن بتاعه مش مظبوط، هتحس ان الجهة اللي عاملة الديزاين مش مهتمة بكواليتي الديزاين، وبالتالي اكيد مش مهتمة بكواليتي السيرفيس او البرودكت اللي بتقدمه، فاثق فيها ازاي؟ حلو. تعالى برضو نطبق الكلام ده على الديزاينز او الاكزامبلز اللي معانا. ناخد مثلا الديزاين برضو الاصفر اللي هو زي ما احنا كده عليه. لو كان الفقرة دي مثلا مش موجودة، لو كان التاريخ ده مثلا مش موجود هنا، لنفترض انه التاريخ ده ما كانش محطوط هنا، وكان محطوط مثلا هنا، وانا بفر بسرعة، هشوف المشبك، هشوف التايتل، بس غالبا مش هقعد لدرجة ان انا ابص تحت هنا كده عشان اشوف التاريخ. غالبا مش هدور على التاريخ، هفر على طول واسكرول وخلاص. تمام. فبالتالي انا كده معرفتش معلومة مهمة جدا جدا جدا، وهي تاريخ الايفنت ده. تمام. فبالتالي انا كديزاينر فشلت في ان انا اوصل المعلومات اللي محتاج ان انا اوصلها من خلال الديزاين. حلو. وفي نفس الوقت لو الديزاين، لو الكومبوزيشن بتاع الديزاين ده ما كانش مترتب ومتنسق بالطريقة المنظمة
والمرتبة اللي هو عليها دلوقتي، غالبا ما كنتش هثق في مدى احترافية ومدى الكواليتي بتاعة البراند اللي بيقدم لي الديزاين ده. تمام. يبقى بالتالي زي ما قلنا الكومبوزيشن مهم جدا ان احنا نظبطه علشان العميل يقدر ان هو يشوف كل الداتا اللي في الديزاين، وعلشان آم، يقدر يشوفها زي ما قلنا بأريحية وبسرعة. طيب، انا ازاي بقى برضو اظبط الكومبوزيشن بتاعي؟ يعني ازاي اوصل ان انا اعمل ديزاين الكومبوزيشن بتاعه مظبوط؟ هقول لك على 4 طرق تمشي عليها، وباذن الله لما تمشي على ال4 طرق دول غالبا بنسبه 90% الكومبوزيشن بتاعك هيكون مظبوط كويس. اول حاجه، رتب العناصر الرينج الاليمنتس بتاعتك على الفوكال بوينتس، وهنشرح ايه الفوكال بوينتس لو انت مش عارفها. تاني حاجه، امشي مع الاي لاينز او مسارات العين، وهنشرح برضو ايه هي مسارات العين. تالت حاجه، maintain balanced negative space، ان انت يبقى عندك negative space او مساحه فاضيه متوازنه مع الكتله البصريه بتاعه الديزاين. رابع حاجه واخر حاجه، خلي كل حاجه aligned. تعال نشرح واحده واحده ال4 طرق دول ونمثلهم على الديزاين اللي معانا. طيب، اول حاجه قال لك رتب العناصر على الفوكال بوينتس. طيب ايه هي الفوكال بوينتس؟ الفوكال بوينتس هي نقاط، بالعربي نقاط الارتكاز، اللي تلقائيا العين لما بتشوف اي ديزاين او اي صوره بتروح عليها. فكر معايا كده، لو انت شفت اي صوره، في الغالب اول نقطه عينك بتروح عليها هي نقطه النص. فدي من اشهر الفوكال بوينتس اللي هي السنتر بوينت. ايه تاني من الفوكال بوينتس؟ الفوكال بوينتس اللي هي على الاتلات. كلنا ممكن نكون سمعنا عن قاعدة الاتلات، ودي احدى قواعد الكومبوزيشن المشهورة جدا. تمام. اللي بتقول لك قسم اي صورة انت هتعملها او اي ديزاين انت هتعمله الى 3 تتلات، 3 تتلات رأسيا و3 تتلات افقيا. حلو. في النقط الأربعة اللي بتتقاطع عندها خطوط الاتلات دي، يعني ادي خطين هنا، في خطين وهميين هنا للتلتين اللي بالطول، وخطين وهميين هنا للتلتين اللي بالعرض. في ال4 نقط اللي بتتقاطع فيها الخطوط دي هتلاقي الفوكال بوينتس. حط بقى العناصر اللي في الديزاين على الفوكال بوينتس دي. يعني ايه برضو؟ يعني زي ما قلت لك، العين بتلقائيتها بطبيعتها بغريزتها بتبص في الديزاين على اول حاجة ممكن نقطة السنتر، ثم النقط او المساحه اللي هي في الاتلات. حلو. فهو هنا في الديزاين ده عامل كده، مستخدم الرول اوف ثيردز، وحاطط اولا المشبك على التلت الشمال، والبلوك بتاع التايتل والداتا دي كلها على التلت اليمين. فبالتالي عينيك مرتاحة وهي بتبص، لأن هي في المكان اللي هي بطبيعتها بتروح ليه لقت العناصر، مش محتاجة إنها تدور، مش محتاج إنك تلف كتير في الديزاين، مش محتاج إنك تلف في الصورة عشان تشوف إيه الداتا المهمة. هو يا باشا مقدمها لك في المناطق اللي أنت أصلا كده كده هتبص عليها لوحدك ومن غير مجهود. أدي أول حاجة. تاني حاجة، إن أنت تمشي على، ونفس الكلام بالمناسبة في الديزاين التاني، هو برضو هنا مستخدم الرول اوف ثيردز، وحاطط الصورة بتاعت الشخص على التلت الشمال، وحاطط الكوت على التلت اليمين. يعني الاثنين التو ديزاينز فيهم نفس المبادئ نوعا ما. تاني حاجة، امشي ورا خطوط العين او مسارات العين او الاي لاينز. ايه هي الاي لاينز؟ زي ما قلنا انه العين بتلقائيتها بطبيعتها بتميل انها تبص على نقط معينة في اي صورة او اي ديزاين. العين برضو بتمشي في الديزاين بطريقة غريزية فطرية كده، مغروسة جوه دماغنا بطبيعتها. حلو. يعني ايه برضو؟ يعني في الغالب انت لما هتيجي تبص على الديزاين ده هتبص الاول على المشبك، وفي الغالب في الديزاينز الانجليزي احنا بنبص من فوق لتحت ومن الشمال لليمين. في العربي العكس، من اليمين للشمال. فانت غالبا لما هتشوف الديزاين ده هتبدأ تبص من عند المشبك. هتشوف هتشوف المشبك من فوق الاول ثم تحته، وبعد كده هتنتقل للتايتل، وبعد كده هتنزل من عند التايتل لتحت تشوف باقي الداتا. شايفين المسار اللي عينك مشيت فيه ده احد اشهر مسارات العين، واللي بنسميه مسار زد. هو هنا على شكل حرف زد، ولكنه على شكل حرف زد يعني نايم على ظهره ممكن. فهو هنا الديزاينر
استغل الموضوع ده ورتب العناصر بتاعته على مسار حرف زد ده. تخيل انه العنوان ده ما كانش موجود هنا، كان موجود فوق مثلا، او تحت، او في اي حتة تانية. هتلاقي ان انت عامة تلقائيا عينك هتيجي على المشبك، هتمشي كده زي ما قلنا، وهتيجي تبص هنا مش هتلاقي حاجة. فهتبدأ تدور، طب ايه، اروح فين، ابص فين، وهكذا. وبعد كده تنزل تكمل ايه، مسار العين التلقائي بتاعها. طبعا مسار زد ده واحد من مسارات العين، في مسارات تانية كتير ممكن تستغلها وتستخدمها على حسب الكيس اللي انت فيها وعلى حسب الديزاين بتاعك فيه عناصر عبارة عن ايه. ولكن هو هنا استخدم المشبك نفسه بذكاء، بحيث ان هو يبقى على خط اول ضلع من حرف الزد. وبعد كده الدياجونال ده بيوصلنا للتايتل اللي هو تاني عنصر مهم بالنسبة له، ثم تحتها على طول تحت التايتل هنلاقي باقي الداتا. يبقى أول حاجة استغل الفوكال بوينتس ورتب العناصر بتاعتك على الفوكال بوينتس مش بشكل عشوائي. تاني حاجة استغل مسارات العين ورتب العناصر بتاعتك على مسار العين الطبيعي التلقائي. حلو. طيب، تالت حاجة قلنا ايه؟ تالت حاجة قلنا maintain balanced negative space، أو احرص على وجود negative space أو مساحة فاضية متوازنة وتوازن الكتلة البصرية اللي عندك. طيب ازاي الكلام ده متطبق هنا؟ طبعا مش محتاجة يعني أقول المساحة الفاضية اللي حوالين الديزاين هنا ما شاء الله يعني محترمة جدا وباينة جدا، ومدية الديزاين عامة مساحة للبراح، مساحة للتنفس. غير كده المساحة الفاضية دي بتعمل حاجة مهمة جدا، بتعمل فوكس على المنطقة اللي انت مرتب فيها العناصر، فبتسوق العين تلقائيا على الجزء اللي انت مرتب فيه العناصر. على العكس لو المساحة دي، المساحة الفاضية دي مش كبيرة، لو انت مكبر العناصر دي مثلا جامد وهكذا، هتلاقي انه يعني عينك هتتشتت، او بمعنى صح هتاخد وقت اطول في انها تشوف او تسكان كل الاليمنتس. فبالتالي مساحة التنفس اللي انت حاططها حوالين العناصر بتسوق العين دايركتلي على المنطقة اللي هي فيها الداتا المهمة بتاعتك، علشان زي ما قلنا تشوف كل حاجة بسرعة. تاني حاجة هنلاقي انه النيجاتيف سبيس اللي بين العناصر نفسها متوازنة مع الكتلة البصرية اللي هي، او الكتلتين اللي هي بتفصل بينهم. يعني ايه؟ يعني هنا في مساحة فاضية، المساحة الفاضية اللي هنا بتفصل بين المشبك ككتلة بصرية والتايتل والداتا ككتلة بصرية تانية. فهنلاقي انها ليها حجم معين متناسب مع الكتلتين لان هما كتلتين كبار. وبعدين هنلاقي ان في مساحة فاضية هنا تانية، ولكنها اصغر من المساحة دي لانها بتفصل بين كتلتين بصريتين اصغر وهما التايتل وباقي الداتا. وهنلاقي ان في برضو مساحات فاضية جوه بين الداتا نفسها، ولكنها برضو اصغر لانها بتفصل بين كتل بصرية اصغر، وهكذا. فاحرص دايما ان يكون في مساحة فاضية حوالين الاليمنتس بتاعتك المهمة، بحيث انها تجذب العين اكتر ناحية العناصر المهمة دي وما تشتتش الانتباه. وفي نفس الوقت احرص انه المساحات الفاضية اللي بين العناصر وبعضها تكون متناسبة مع الكتلة بتاعة العناصر دي. حلو. اخر حاجة، خلي كل حاجة aligned. طبعا مش محتاج برضو اتكلم عن الالاينمنت هنا، ما شاء الله الالاينمنت يعني شارح نفسه بوضوح. المشبك aligned مع الكتلة، الاتنين موازيين لبعض. الداتا دي كلها aligned مع بعض او موازية لبعض، من حيث من ناحية الشمال كل حاجة aligned مع بعضيها. وده خالق نوع من النظام، وخالق شيء من السهولة في ان انا اقرا الداتا زي ما قلنا. وفي نفس الوقت الالاينمنت بيعمل حاجه في علم النفس او تريك في المخ وهميه شويه، وهي انه الحاجات الالايند مع بعض المخ تلقائيا بيتخيل ان في فريم حواليها، او ان في حاجه محوطاها. حلو. وبالتالي بيحس بالارتياح اكتر، على العكس من انه المخ يشوف حاجات متناثره، يحس ان في فوضى، يحس انها مش متحوطة، انها مش منتمية لبعض. ده بيكون اقل راحة بالنسبة للعين واقل راحة بالنسبة للمخ. سيكولوجيا احنا كده كبشر بنحب الحاجة تكون متحوطة بفريم. فبالتالي الحاجات وهي كلها aligned كده زي ما احنا شايفين المشبك aligned، حتى الجزء العلوي بتاعه aligned مع الجزء العلوي بتاع الداتا،
والجزء السفلي بتاعه aligned مع الجزء السفلي بتاع الداتا. ده بيخلي المخ يتخيل ان في فريم حوالين كل حاجة لاممها وحاميها ومحاوطها، وده بالتالي بيدي احساس بالاستقرار او احساس بالراحة لمخنا. نفس الكلام ممكن نطبقه على الديزاين ده. هنلاقي ان هو في الاول برضو زي ما قلنا مرتب العناصر على الفوكال بوينتس، وبرضو مستخدم مسار العين، هو مسار زد برضو. هنلاقي ان المسار بيبدأ الاول مثلا من عند اللوجو او من عند الشخص على حسب، بس هو الشخص هنا جاذبيته اكتر من اللوجو، جاذبية صورة الشخص للعين اقوى من اللوجو. ولكن دي برضو نقطة ذكية ان هو يحط اللوجو على المسار، فحتى لو ما كانش هو اول نقطة في المسار، ولكنه على الاقل قريب من اول نقطة، فبالتالي هيتلاحظ، اللي هيشوف هياخد باله منه، مش هينساه. على العكس مثلا لو اللوجو كان هنا، لو اللوجو كان في الركن اللي فوق على اليمين، غالبا ما كنتش هتشوفه غالبا، وبالتالي مش هتاخد بالك هو مين اللي منزل البوست ده اصلا. فدي حركة برضو ذكية، ان انت حتى لو في عنصر هيطغى على العنصر اللي انت عايز تحطه، ولكن وجود العناصر اللي هي الثانوية قريب شوية من العناصر المهمة هيخليها على الأقل تتلاحظ. المهم بيبدأ المسار من هنا، وبعد كده بينزل تحت على جسم الشخص، وبعد كده بيطلع على الكوت، وبعد كده بينزل على الاسم بتاع صاحب الكوت. تالت حاجة ان هو عامل نيجاتيف سبيس كويسة جدا حوالين الديزاين، حوالين الاليمنتس كلها، بين اللوجو وبين الشخص، بين الكوت وبين اسم الشخص، وهكذا. ورابع واخر حاجه طبعا الالاينمنت برضو محافظ عليه، الاسم هنا الايند مع البوكس، الكوما نفسها الايند مع البوكس، وهكذا. فدول اربع قواعد للكومبوزيشن. لو عملتهم زي ما احنا شايفين، انا مختار يعني اكزامبلز او سامبلز من الديزاين، هي بسيطه جدا، بسيطه ما فيهاش يعني شغل خزعبلي او شغل خرافي، ولكنها في نفس الوقت مريحه، بروفيشنال، بتبين مهارة كويسة، و بت 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 يعني بتعكس ايمج كويسة عن البراند اللي ورا الديزاين. حلو. فدي كده اول حاجة واول نقطة، وهي الكومبوزيشن. تاني حاجة هنتكلم عنها وهي الكالر ثيري او نظرية الالوان. طبعا انا كل نقطة برضو حابب اقول في النص، انا كل نقطة بتكلم عليها هنا في الفيديو، انت تقدر تروح تسرش عنها اكتر، تقرا عنها اكتر، وانا اشجعك على ده. لان طبعا انا مستحيل نضم كل حاجه متعلقه بالحاجات ديت او بالعناوين دي في فيديو واحد. ولكن انا زي ما قلت لك، انا حاولت احط لك كل العناوين الاساسيه المهمه، اللي انت لو انت بتبدا ديزاين بتبدا تتعلم جرافيك ديزاين في 2026 محتاج تبدا تتعلمها. دي اول حاجه، وبعد ما تتعلمهم اتعلم اي حاجه تانية، روح اتعلم اي اي، روح اتعلم ادوات زي فوتوشوب، روح اتعلم اي حاجه. ولكن الخمس عناصر الاساسيه اللي هنتكلم عنهم النهارده، لو اخدتهم ورحت تشتغل بيهم على كانفا هتعمل شغل حلو عادي خالص. فبالتالي العناوين اللي هنتكلم عليها النهارده اقرا فيها اكتر، استفيد فيها اكتر، اتعلم عليها اكتر، وتابعني، لان طبعا هتكلم عنها اكتر واكتر في الفتره الجايه ان شاء الله. فالمهم نكمل الكالر ثيوري او نظريه الالوان. والالوان هي بطبيعه الحال روح اي ديزاين. طيب ايه هي الكالر ثيوري، وايه هي نظريه الالوان، ويعني ايه نظريه الالوان، وليه عملوا لها نظريه؟ باختصار، نظرية الألوان هي نظرية بتحاول تبص للألوان، تفككها، وتفهم العلاقات بينها، وتفهم علاقتنا إحنا كبشر بالألوان، وإزاي إحنا بنشوف الألوان، وإزاي بنتعامل معاها، وإزاي بنحس بيها. حلو. طيب الأول عايزين نعرف إيه هو اللون. إيه هو أصلا اللون؟ اللون ده عبارة عن إيه أساسا؟ اللون ده خلينا نقول إن هو مش كيان منفصل. اللون ده مش شيء قائم بذاته، ولكن هو شيء ناتج عن تفاعل ثلاث حاجات مع بعض. طيب ايه هم الثلاث حاجات دول؟ اول حاجة في الثلاث حاجات اللي بتكون اللون او اللي بينتج من تفاعلهم اللون، هي الهيو، اللي هو الهيو اللي هو اتش يو اي دي. والهيو معناه الطيف. كلنا عارفين ان الضوء بيتكون من اطياف كتير، تمام، وبنشوفهم مثلا في قوس قزح لما بيتكون في السماء، ودرسناهم في المدرسة. فأول حاجة بتحدد اللون هو الطيف بتاع اللون.
فمثلا طيف الأحمر فيه درجات كتير، وطيف البرتقاني، طيف الأصفر، طيف الأخضر، وهكذا لحد آخر طيف. تمام. كل طيف في دول بتندرج تحته ألوان ياما. طيب تاني حاجة وهي الساتوريشن أو مقدار التشبع بتاع اللون. تمام. من أول، والتشبع ده بيتدرج من أول الرمادي اللي هو بلا تشبع خالص، لحد أزهى وأكتر درجة متشبعة من اللون بتاعك. حلو. تالت حاجة وآخر حاجة وهي البرايتنس، أو بيسموها أحيانا اللايتنس. تمام. وهي مدى سطوع اللون، ودي بتتدرج من أول الأبيض لحد الأسود. ماشي. يبقى نيجي ناخد مثلا هيو من دول، وليكن الأحمر. بنشوف الأحمر هو درجة تشبعه قد إيه، وليكن في النص. وبنشوف درجة سطوعه قد إيه، وليكن غامق شوية، فيبقى عندنا أحمر نص ساتوريتد وغامق. دي التلات مكونات بتوع اللون الأساسية. تمام. في طبعا يعني مقاييس كتير لقياس اللون زي ار جي بي، اللي بتقول لك مثلا اللون ده كام في المية ار، وكام في المية جي، وكام في المية بلو، يعني كام في المية ريد، وكام في المية جرين، وكام في المية بلو. مقياس السي ام واي كي بتاع الطباعة اللي بيحدد لك نسبة كل لون في اللون دوت من السيان واليلو والماجنتا والبلاك. ولكن في الكالر ثيري، يعني مقياس ال HSB، الهيو ساتوريشن برايتنس او هيو ساتوريشن لايتنس، يعني هو يا اما هتلاقي اختصاره HSL كده، يا اما HSB. حلو. السيستم ده هو، انا بشوف ان هو اكتر سيستم دقة في وصف الالوان. حلو. وبيفهمك طبيعة اللون فعلا. فيبقى بالتالي اي لون عندنا متكون من ثلاث حاجات: الهيو بتاعه، الساتوريشن بتاعه، والبرايتنس بتاعه. وبناء على الهيو احنا رتبنا الالوان في الكالر ويل. والكالر ويل دي اكيد انت بتشوفها في فوتوشوب او اي برنامج تصميم، او بتشوف اللي هو الكالر بوكس. حلو. الكالر ويل دي ببساطة بتترتب فيها الالوان على حسب الهيو، من اول 0 درجة. احنا عارفين ان اي دايرة بتبقى جواها 360 درجة. تمام. فالالوان بتترتب فيها، او الاطياف بقى بتترتب فيها من اول 0 درجة لحد 360 درجة. وهنلاقي انه الكالر ويل اللي انا واقف عليها دي فيها بعدين: البعد اللي هو على محيط الدايرة، فعلى محيط الدايرة بتترتب الهيوز. ماشي. والخط من اول محيط الدايرة لحد سنتر الدايرة هنلاقي فيه تدرج في الساتوريشن. حلو. هنلاقي ان الالوان بتتدرج من اول 100% ساتوريشن على طرف الدايره لحد 0% ساتوريشن على منتصف او مركز الدايره. فدي اول حاجتين لازم نكون فاهمينهم كويس. فاهمين ايه هو ال HSB او HSL سيستم، يعني ايه هيو، يعني ايه ساتوريشن، يعني ايه برايتنس، وليه الكالر ويل مترتبه بالشكل ده. بعد كده تعالى نفهم احنا ازاي بقى نستخدم الالوان في الديزاينز بتاعنا. الاخطاء اللي بيقع فيها المبتدئين ايه؟ ان انت تروح على ويب سايت تاخد منه كلر باليت جاهزه وتبدا تستخدمها في الديزاين بتاعك على طول. دي اول خطأ. تاني خطأ ان انت تشوف ديزاين شكله حلو على بنترست فتاخد الالوان بتاعته وتستخدمها عندك على طول. ادي تاني خطأ. تمام. آه... تالت خطأ ان انت تستخدم الالوان دي باي ريشيو، يعني بشكل عشوائي مش بنسبة محددة. طب انا ازاي اعمل كلر باليت، وازاي استخدم الكالر باليت وبانهي نسبة؟ في حاجة اسمها الكالر هارمونيز، يعني في قواعد بتقول لك الالوان آه، انهي الوان بتتوافق مع بعض اكتر. حلو. انهي الوان بتليق مع بعض اكتر. في قواعد محددة للكلام ده، فبالتالي مش اي الوان ينفع ترصها في كالر باليت وتستخدمها مع بعض وخلاص. طيب ايه هي القواعد دي؟ او انا دلوقتي معايا لون، وليكن انا عايز اعمل الديزاين باللون الاحمر، وعايز اختار مع اللون الاحمر ده لونين او لون كمان. حلو. فايه هي القواعد اللي اقدر بيها اختار الوان مع اللون الاحمر؟ اولا عندك قاعدة التريادك، اللي هي ان انت تختار 3 الوان من على الكالر ويل، يكون فاصل بينهم 120 درجة، تكون الزاوية بينهم 120 درجة. وليكن مثلا الأحمر عندنا على درجة 0. حلو. فهنختار اللون اللي على 120 درجة، وهنختار اللون اللي على 240 درجة،
عشان كده الكالر ويل مهمة، عشان هتساعدك تفهم الكالر هارمونيز دي. فدي اول طريقة، هتطلع لك 3 الوان متناسقين مع بعض، لايقين مع بعض، ويعملوا لك كالر باليت حلوة. تاني طريقة وهي الانالوجس. الانالوجس ان انت بتختار لونين جنب اللون اللي انت مختاره. وليكن انت اخترت الاحمر، فهتختار لون مثلا، والاحمر زي ما قلنا على درجة 0، فهتختار لون مثلا على درجة 20، ولون تاني على درجة 20 الناحية التانية، او مثلا او هتبقى ايه 340 بقى، عشان 360 ناقص 20. حلو. فانت كده هتختار 3 الوان، التلاتة قريبين من بعض، متشابهين مع بعض، ولكن في بينهم اختلاف طفيف يخلي الديزاين ككل فيه نفس الروح، ولكن باختلاف بسيط، فبالتالي يبقوا لايقين مع بعض. تالت طريقة وهي الكومبلمنتري، وان انت تختار لون معاكس للون اللي انت الاساسي اللي معاك على الكالر ويل. تمام. ده بيبقى بيديك كالر باليت كده من لونين، ولكن اللونين متضادين مع بعض، فيبقى في بينهم كونتراست عالي جدا، وبتطلع نتيجة حلوة جدا. في طريقتين تانيين، ان هما مثلا اول حاجه التترادك، اللي انت تختار 4 الوان بينهم وبين بعض 90 درجه، والسبليت كومبلمنتري. شايفين الكومبلمنتري دي اللي احنا اخترنا لون قصاد اللون الاساسي بتاعنا، احنا بقى هنجيب اللون الاساسي نبص على اللون اللي قصاده، بس مش هنختاره، هنختار اللون اللي على يمينه واللي على شماله. فده كده السبليت كومبلمنتري. طبعا في قواعد تانية كتير للكالر هارمونيز، ممكن انت برضه تسرش عنها وتقرا عنها وتشوف، وتجرب بنفسك وتشوف كذا طرق، كذا طريقة دي هتطلع لك كالر باليتس مختلفة عاملة ازاي. كل كالر باليت من دول طبعا بيبقى ليها روح خاصة بيها. طيب انا اخترت كالر باليت، تمام. ازاي بقى استخدمها؟ في قاعدة اسمها الستين 30 10 رول، أو قاعدة الستين 30 10. وهي ببساطة بتقول لك جيب الكالر باليت، هتعتمد في الديزاين بتاعك 60% منه هيكون بلون معين، و30% منه هيكون بلون تاني، و10% منه هيكون بلون تالت. حلو. طيب أنا ليه ما أحطش ال3 ألوان أو ال4 ألوان بتوعي أو كل الألوان بتاعتي بنفس النسبة وخلاص؟ الفكرة إن العين بطبيعتها، او المخ بطبيعته، المخ بشكل عام، المخ البشري بيركز مع الحاجة المختلفة، بيركز مع الحاجة الشاذة او الغريبة. تمام. فانت لما تحط لي كل الالوان بنفس النسبة، هيبقى في بينهم تكافؤ، فهيبقى الديزاين شكله ممل شوية بالنسبة للمخ، لان مفيش حاجة شاذة، مفيش حاجة غريبة، كلهم في بالانس، في توازن بين الالوان. وده نوعا ما ممل، قد يكون مفيد في بعض الاوقات، يعني قد يكون هو ده اللي انت عايزه، ان انت عايز حاجه شكلها هادي، شكلها مش غريب، شكلها بروفيشنال شويه. ولكن كجنرال رول، الاحسن ان انت يبقى عندك لون اساسي، لون مين، لون دوميننت وسائد، اللي هو مثلا بياخد 60% من الديزاين. ويفضل ان هو يكون لون هادي، يعني ايا كان الهيو بتاعه. يعني مثلا هو اللون الدومينانت هنا احمر، والاحمر بطبيعته مش لون هادي، ولكن اللون الاحمر هنا او درجة الاحمر هنا هي مش مشبعة بزيادة، ولا هي ساطعة بزيادة، فبالتالي هي شغالة في الخلفية ايه، بهدوء. وتاني لون عندك يبقى لون مساعد، وياخد 30 درجة او 30% من الديزاين. واللون بقى اللي هياخد 10% واللي بنسميه الاكسنت كولر، لازم يكون لون بوب، لازم يبقى لون فايبرنت، لازم يبقى لون مشبع، لازم يبقى لون ساطع، آه، لانه اللون ده هو اللي هيجذب الانتباه، هو اللي انت بتراهن عليه انه يكون هو اللون اللي بيشد انتباه العين. وفي نفس الوقت ممكن تستخدمه على الاوبجكت اللي انت عايز تشد العين اكتر ناحيته. لو انت مثلا هتعرض منتج، فخلي الاكسنت كولر عند المنتج ده بس، وخلي الخلفية بلون مختلف عن لون المنتج. حلو. لو هتعمل ديزاين فيه سي تي اي او بutton، او اللي هو البutton مثلا بتاع باي ناو او اشترك الان او اكتشف المزيد او حاجه زي كده، خلي الباتنز بتاعتك بالاكسنت كولر عشان تشد الانتباه، زي ما هو هنا كده ايه. بطبيعه الحال اول حاجه شدت انتباهك هو اللون المختلف الغريب المميز الاكسنت ده. فاستخدم القاعده دي، واستخدم color palettes او ابني الكالر باليتس بتاعتك بالكالر هارمونيز، واضمن لك ان الالوان في الديزاين بتاعك هتكون بنسبة مثلا 90% حلوة ومريحة للعين.
تالت حاجة عندنا هي التايبوجرافي، والتايبوجرافي حاجة ديزاينرز كتير بيهملوها، ولكن التايبوجرافي او التكست مهم جدا 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 في الديزاين، بنفس أهمية باقي العناصر، بل أحيانا في ديزاينز بتكون العنصر الأساسي فيها هي التايبوجرافي أو الكتابة، مش صورة، مش منتج، مش أي حاجة، ولكن التكست. فإزاي تستخدم التكست، وازاي توظف التكست في الديزاينز بتاعك بشكل بروفيشنال وبشكل احترافي وبكواليتي عالية. تعالى نتكلم في الموضوع ده سوا. 3 قواعد هقولك عليهم، استخدمهم وانت او راعيهم وانت بتكتب او انت بتستخدم تايبوجرافي في الديزاين بتاعك. اول حاجة، اختار الفونت الصح. يعني ايه الفونت؟ كل فونت او كل عيلة من عائلات الفونتات بتدي انطباع مختلف عن التانية، وليها شخصية مختلفة عن التانية، فيما يسمى بالفونت سيكولوجي او سيكولوجية الخطوط. حلو. فمثلا خطوط السرف، اللي هي فيها السرف، اللي هي بيبقى فيها الزوائد الصغيرة اللي على الأطراف، اللي هي بتبقى زوائد مدببة كده أو رفيعة. خطوط الصرف دي خطوط كلاسيكية، خطوط أنيقة، خطوط شيك وإليجنت، وممكن تبقى كمان فينتج أو قديمة شوية. على العكس خطوط السانس سيرف، أو اللي هي من غير سيرف، سانس يعني من غير، اللي هي بتبقى حوافها يعني مقطوعة كده، دي بتبقى خطوط مينيمال، مودرن، بسيطة، أهدى، آه، بتستخدم اكتر في الحاجات التك، بتستخدم اكتر في الحاجات المينيمال، اللي هي مش عايزه حاجات، مش يعني حاجه مش عايزه بقى ايه شياكه وألاجة وأناقة وبتاع، لا حاجه بسيطه، حاجه هاديه، حاجه مباشره، تمام، حاجه عمليه، وهكذا. خطوط السكريبت، وهي الخطوط اللي هي بتبقى شكلها يدوي او خطات كأنها مكتوبه باليد، بتدي طابع او لمسه بشريه للديزاين، ولكنها بتبقى مناسبه اكتر مثلا للعناوين مش للنصوص الطويله، لانها قرايتها ممكن تبقى صعبه شويه. والسلاب سيرف، وهي اللي فيها سيرف او فيها زيادات، ولكن الزيادات بتاعتها بتكون سميكة كده ومقطوعة، تمام. دي برضو بتدي شخصية وانطباع مختلف، بتدي انطباع مثلا بالعملية، بتدي انطباع بالجدية، بتدي انطباع بانها بالبروفيشناليزم، وهكذا. فكل عيلة، وطبعا في عائلات آه، مختلفة كتير للفونتات، وكل عيلة من دول بتدي انطباع. فانت في الاخر كديزاينر انت محتاج تختار النوع المناسب للشخصية او الاحساس اللي عايز توصله من خلال الديزاين. عايز توصل ديزاين شيك وإليجنت وراقي، يبقى ممكن تستخدم السيرف او السكريبت. عايز تعمل ديزاين يكون عملي وسريع ومودرن وهكذا وشبابي مثلا، فممكن تستخدم السان سيرف. وابعد عن الفونتات الديفولت، ارجوك ابعد عن الفونتات الديفولت اللي هي زي اريال وزي تايمز نيو رومان، والفونتات الديفولت دي ابعد عنها. في فونتات كتير جدا حلوه، استخدمها ودور على اسماء فونتات حلوه. ما تختارش او ما تستخدمش اي فونت يجي قدامك وخلاص، تمام. فدي حاجه. تاني حاجه، الهيراركي، ان انت تمنتين هيراركي كويسه بين التكستس او فقرات التكست اللي موجوده جوه الديزاين. يعني ايه؟ يعني انت هتكتب كذا تكست جوه الديزاين، ما ينفعش يبقى كلهم بنفس الحجم، ما ينفعش يبقى كلهم بنفس اللون، ما ينفعش يبقى كلهم بنفس الفونت ويت. الفونت ويت اللي هو بيتدرج من اول البولد لحد الريجولر، لازم يبقى في بينهم هيراركي. لازم ابص على الديزاين الاحظ انه والله ده العنوان، وبعد كده دي فقرة، وبعد كده دي فقرة ثالثة، ماشي. الهيراركي دي او ترتيب القراية دي قريبة شوية من مفهوم الكومبوزيشن اللي اتكلمنا عنه. مفهوم الكومبوزيشن زي ما فهمنا، ان انت لما تعمل كومبوزيشن بشكل كويس انت بتجايد عين اللي بيتفرج على ان هو يشوف ايه الاول ثم ايه ثم ايه ثم ايه، وبت وبتاخد بالك ان انت تشد الانتباه الاول على العناصر الاكثر اهمية، ثم كذا ثم كذا ثم كذا. نفس الكلام في الهيراركي، انت محتاج ما ينفعش يبقى كل التكست في الديزاين بتاعك بنفس الأهمية، لازم ترتبهم من حيث الأهمية، والحاجة الأكثر أهمية تميزها من حيث السايز، مثلا تديها حجم أكبر، أو من حيث اللون تديها لون جذاب أكتر، أو من حيث البوزيشن إن أنت تحطها في مكان في الفوكال بوينت مثلا،
او تحطها في اول المسار البصري. واخدين بالكم؟ هي الحاجات بتتشابك مع بعض، كل المفاهيم اللي احنا بنتكلم عنها في بينها وبين بعض علاقة قوية، فلازم تربطهم ببعض. ماشي. او انك تديله فونت ويت اتقل، تخليه بولد مثلا، بحيث انه ده الهيدلاين، دي اول حاجه، اول تكست عينك هتقرا عليه، او اول تكست يعني عينك هتقع عليه، واول تكست هتقراه. حلو. طيب، ثم التكستس اللي بعد كده تبدا ترتبهم، مثلا التكست اللي بعد كده في الاهميه تديله سايز اقل شويه، واللي بعد كده في الاهميه تديله سايز اصغر شويه، وهكذا. فمنتين انه ما ينفعش كل التكست اللي عندك يبقى بنفس الشكل، لازم ترتبهم من حيث الاهميه باستخدام الاربع ادوات دول. تالت حاجه وهي ان انت تمنتين حاجه اسمها الريدابيليتي او قابليه القرايه. يعني ايه قابليه القرايه؟ شايف انت المربعين دول؟ اكيد انت قادر تقرا ده اللي على اليمين بشكل اسهل من المستطيل اللي على الشمال. ليه؟ لان لون التكست هنا في بينه وبين الباك جراوند كونتراست او تباين عالي. تمام. فقادر انك تقراه بسهوله، على عكس ده الكونتراست هنا بين لون التكست وبين لون الخلفيه واطي جدا، فمصعب عليك عمليه القرايه. فبالتالي لازم وانت بتختار لون التكست تكون مختار لون في بينه وبين الباك جراوند كونتراست عالي، ويسمح للي بيقرا انه يقرا بسهوله. وفي ادوات كتير ممكن تساعدك في كده، زي مثلا الموقع اللي مكتوب اسمه قدامنا ده اللي هو coolers.co، ده فيه اداه اسمها كونتراست تشيكر، تقدر تدخل فيها اللونين اللي انت هتستخدمهم، والاداه دي بتقول لك والله اللونين دول ينفع تكتب بده على ده، او لا والله الكونتراست بين اللونين دول قليل، ما ينفعش تكتب باللون ده على اللون ده. ودي برضو قاعدة مهمة جدا تاخد بالك منها وانت بتختار الكالر باليت. زي ما قلنا انت بتختار الكالر باليت بناء على كالر هارمونيز، صح كده؟ وفي نفس الوقت وانت بتختار الكالر باليت لازم تكون حاطط في بالك، طب انا والله لما هاجي هكتب بانهي لون على انهي لون. او لو انت في حاله عملت كلر باليت بالقاعده الانالوجس مثلا، زي احنا زي ما قلنا الانالوجس الالوان فيها بتبقى شبه بعض، فالكونتراست بينهم مش عالي، فبالتالي لما هاجي اكتب اذا هضطر ان انا اكتب مثلا باللون الابيض عشان يبقى فيه كونتراست عالي، وهكذا. فحط برضو اللون بتاع التكست اللي هتكتب بيه في بالك وانت بتختار الكالر باليت. حلو كده. نقطة تانية في الريدابيليتي وهي الحجم بتاع التكست وعلاقته ب الويت بتاع التكست والنوع بتاع التكست او الفونت. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الاحجام الكبيرة من التكست ممكن تبقى سهل قرايتها في لو هو مثلا فونت سكريبت، ولكن الاحجام الصغيرة هتبقى صعب قرايتها لو انت مختار فونت سكريبت او لو انت مختار فونت سيرف. فبالتالي لو انت هتكتب فونت او لو هتكتب تكست بخط صغير او بحجم صغير، الافضل انك تختار فونت سانس سيرف. دي حاجة. الحاجة التانية، لو انت هتكتب حاجة او تكست بخط صغير، زي مثلا خلينا نبص مثلا على التكست ده، شايفين التكست الصغير خالص ده؟ زي ما احنا شايفين الفونت ويت هنا هو ريجولار او لايت، حاجة رفيعة خالص. لو كان التكست ده بولد زي التكست ده بس بنفس الحجم، يعني التكست الصغير ده بولد بقى، هيبقى صعب قرايته جدا، وهيبقى عامل كتلة بصرية مزعجة، آه، يعني مشتتة للعين. فبالتالي كل ما يصغر حجم الفونت بتاعك، كل ما محتاج تختار الفونت ويت المناسب للحجم ده. تمام. يبقى دول 3 قواعد راعيهم وانت بتشتغل في التيبوجرافي، وان شاء الله هتحقق تيبوجرافي مميزة جدا في الديزاين بتاعك. طيب، ايه تاني؟ الحاجة اللي بعد كده وهي الشيب سايكولوجي أو سيكولوجية الألوان. زي ما اتكلمنا في الفونت سايكولوجي، وإن كل فونت ليه شخصية وبيدي انطباع مختلف، فلكل شيب برضو ليه شخصية وبيدي انطباع مختلف. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني شكل المثلث بيدي إحساس بالقوة، بيدي إحساس بالعنف، أحيانا بيدي إحساس بالحركة ممكن. شكل الدايرة بيدي إحساس باللطف، بيدي إحساس بالحماية أو بالرعاية، بيدي إحساس، ممكن الكيرفات عامة بتدي إحساس بالأنوثة وبالرقة، وهكذا. الريكتانجلز أو المستطيلات بتدي إحساس بالثبات، بالاستقرار، وبالبروفيشناليزم، وهكذا. كل شكل هندسي بيدي شخصية وانطباع مختلف، وبالتالي لازم إنك تراعي الأشكال اللي بتستخدمها في الديزاين، وبتراعي الشخصية اللي أنت عايز تبنيها
في الديزاين، ممكن تقرا عنهم اكتر عشان تختار الاشكال اللي هتحطها في الديزاين بتاعك بعنايه اكتر. زي مثلا الديزاين اللي قدامنا ده. الديزاين اللي قدامنا ده هو اصلا ليه ابلكيشن ليه علاقه بالصحه النفسيه. ومن غير ما اقول لك، انت غالبا من الشيب سايكولوجي ومن الشيبس المستخدمه هنا هتكون متوقع ان هو براند ليه علاقه بالهدوء، باللذاذه، بالروقان، بالصيف مثلا. حاجه كده ليها علاقه ايه، باللذاذه، باللطافه، لانه مستخدم دواير، لانه مستخدم كيرفات وخطوط لينه ومرنه وهكذا. البوستر ده مثلا لانه مليان مربعات، مليان مستطيلات وهكذا، فشكله لا بروفيشنال اكتر. شكله مثلا كانه له علاقه بمؤتمر، له علاقه بايفنت، له علاقه بجهه رسميه، لانه زي ما قلت لك المربعات اللي فيه بتدي احساس بالبروفيشناليزم اكتر. نفس الكلام حتى على الاشكال اللي هي الغير هندسيه، الاشكال الفري او الاشكال الirregular، برضو ليها طابع مختلف وبتدي شخصيه مختلفه. فبالتالي وانت بتعمل ديزاين لازم تراعي ايه الاشكال اللي هتحطها جوه الديزاين. وتب برضو وتريك خفية شوية، العناصر اللي جوه الديزاين بتاعك احيانا بترسم اشكال وهمية. يعني ايه؟ يعني مثلا الصورة دي رغم ان هي ما فيهاش اشكال هندسية خالص، الا ان لو ضيقت عينك كده، حاول تتخيل معايا وتضيق عينك. عارف لما بتضيق عينك لدرجة ان انت مش شايف العناصر ولكن شايف ال الاشكال العامة بتاعتها. جرب كده تضيق عينك، هتلاحظ ان وش الراجل هنا واخد شكل اوفل او بيضاوي. تمام. فالشكل البيضاوي بتاع وش الراجل برضو بيديلك احساس ان الراجل ده طيب، او انه راجل ايه، تقدر تتكلم معاه بهدوء وبلطافة، وان هو مش هيأذيك في حاجة. على العكس لو كان وش الراجل ده مثلا حاد اكتر، او الجو لاين بتاعه حاد اكتر او كده، او وشه، عارفين بيبقى في ناس كده بيبقى شكلها وشها شكله مثلث، وشها شكله حاد، هيديك انطباع مختلف. فبالتالي الصور اللي انت بتستخدمها والاليمنتس اللي انت بتستخدمها في الديزاين بتاعك احيانا بترسم اشكال وهمية. فراعي برضو الاشكال الوهمية اللي بتترسم جوه الديزاين بتاعك. زي مثلا برضو الاشكال الوهمية او الشكلين الوهميين اللي راسمهم المشبك والداتا. المشبك هنا راسم شكل مستطيل وهمي، والداتا هنا برضو رسمة شكل مستطيل وهمي. المستطيلين دول بيدوا إحساس بالاستقرار، بالثبات، بالبروفيشناليزم، وبإن الشخص يعني البراند البراند اللي ورا البوستر ده براند بروفيشنال. تمام. فالشيب سايكولوجي مش بس مرتبطة بالشيبس الجرافيك الهندسية، لا هي كمان مرتبطة بالأشكال الوهمية اللي مخك بيخلقها. زي ما قلنا مخك بسبب الالاينمنت بيخلق فريمز حوالين الحاجات. برضو مخ الانسان بيشوف الاوبجكتس احيانا بشكل مجرد، وبشكل اشكال هندسيه. تمام. عشان كده انت ممكن تمشي في الشارع تشوف حد تحس انه وشه لذيذ، وشه كده مريح نفسيا زي الراجل اللي وشه بيضاوي ده. ده السبب. تمام. فراعي النقطة دي في الشيب سايكولوجي في الاليمنتس عامة اللي انت بتستخدمها. خامس حاجة واخر حاجة وهي الفيجوال ايدنتيتي. الفيجوال ايدنتيتي او الهوية البصرية حاجة مهم جدا ان انت تتعلم عنها وتقرا عنها وتفهمها. طب انا مش هشتغل فيجوال، مش هشتغل براند ديزاينر، مش هشتغل في اللوجوهات، مش هشتغل في ان انا اطور فيجوال ايدنتيتيز. هشتغل ديزاينر عادي، هشتغل في مطبعة او هشتغل في السوشيال ميديا ديزاينز او حاجة زي كده. فليه اتعلمها؟ لازم تتعلمها لان الفيجوال ايدنتيتي او الهويه البصريه آه، هي الدي ان ايه بتاع البراند اللي انت تشتغل عليه. فلازم على الاقل تكون عارف مبادئ الفيجوال ايدنتيتي حتى لو مش هتصمم انت فيجوال ايدنتيتي. طيب ايه هي المبادئ اللي لازم تفهمها واللي لازم تكون عارفها واي ديزاينر لازم يكون عارفها عن الفيجوال ايدنتيتي؟ ثلاث مبادئ. اول مبدأ هو الكونسيستنسي، وهو ده اساس الفيجوال ايدنتيتي. يعني ايه الكونسيستنسي؟ يعني الاتساق، او الاستمرارية في ان انت تقدم نفس الحاجة بنفس الشكل. يعني ايه برضو؟ الفيجوال ايدنتيتي بالعربي هي الهوية البصرية. تمام. ونضرب مثال، انا كاحمد لو انا ماشي في الشارع
دايما الناس واخدة عني او بتشوفني بنفس الشكل. دايما الناس شايفاني بنفس قصة الشعر يعني، بنفس الدقن، بنفس اللبس، بلبس مثلا دايما قمصان واسعة مريحة عملية، وبلبس بنطلونات طويلة واسعة مريحة برضو عملية، وهكذا. فالشكل بتاعي ده لما الناس تشوفني كذا مرة لابس نفس الحاجة، وحالق نفس الحلاقة، وماشي بنفس الطريقة، كل ما هتشوف حد لابس شبهي هتشبه عليه وهتفتكرني هو، هتقول ايه ده، احمد اهو. او كل ما هتشوف حد ماشي في الشارع حالق نفس الحلاقه هتقول ايه ده، احمد اهو. فبالتالي حفظوا شكلي بشكل اسرع، لان هم شافوني كذا مره بنفس الشكل. وفي نفس الوقت هيكونوا عني انطباع شخصي بناء على اللبس اللي انا لابسه. احنا غصب عننا كبني ادمين بنحكم بناء على المظهر، سواء ده كان صح او غلط او كنت متفق معاه او مختلف معاه. دي طبيعه البشر. حلو. فانا بسبب لبسي اللي هو واسع وعملي ومريح، الناس هتاخد عني انطباع ان انا شخص مريح في التعامل، لذيذ، لطيف، آه، مفيش بيني وبين الناس تكلف، وهكذا. على العكس لو انا دايما بلبس بروفيشنال، بلبس هدوم مكوية، بلبس قميص جوه البنطلون وبلبس بنطلون كلاسيك وهكذا، الناس لا هتبص لي بنظرة تانية، هتاخد عني انطباع مختلف، وهتكون عني يعني هتكون رأي عن شخصيتي مختلف. طيب، ارمي بقى الكونسيستنسي على جنب، وافترض ان انت مره شفتني بلبس مريح وواسع ومش عارفه ايه، ومره شفتني بلبس بروفيشنال، ومره شفتني بلبس ضيق، ومره شفتني بلبس رياضي، وهكذا. مش هتبقى عارف طب انا اكلم الراجل ده ازاي. طب هل هو راجل شيك وبيتكلم بحساب، ولا هو راجل لذيذ واقدر اتكلم معاه عادي، ولا هو شاب طايش ويقدر وبيتكلم كده بطاقه وبعفويه. اتكلم معاك ازاي؟ انا مش عارفك. ومش هيشبهوا عليا بقى، زي ما قلنا في الاول، لو هم حافظين شكلي او شافوني كتير هيبقوا حافظين شكلي، واي حد ماشي في الشارع شبهي هيشبهوا عليا. دلوقتي لو مفيش كونسيستنسي، ولا هيقدروا يحفظوا شكلي، ولا هيقدروا آه، يفهموا شخصيتي. نفس الكلام على البراندات. الكونسيستنسي هي اللي بتضمن ان البراند يتحفظ بسهولة في عقل اللي بيشوفه، ان اللي يشوفه يطمن له ويفهمه، لان انت مش هتطمن لحاجه انت مش فاهمها. تمام. سواء انت فهمت البراند ده على انه براند بروفيشنال، او فهمت البراند ده على انه براند مرح، او فهمته على انه براند طفولي. المهم انت لازم تفهمه علشان تثق فيه، وعشان تقدر تطمن وتتعامل معاه. حلو. يبقى اول حاجه الكونسيستنسي. طب انا ليه مش كاتب هنا اي حاجه ليها علاقه بالالوان او الفونتات او اللوجو او الكلام ده كله؟ لان الحاجات دي كلها مش هي الاساس. الحاجات دي مجرد ادوات بتسمح لنا ان احنا نمينتين الكونسيستنسي دي، من خلال ان احنا نستخدم نفس الكالر باليت بتاعت البراند على طول، من خلال ان احنا نستخدم نفس الفونتات على طول، من خلال ان احنا نستخدم نفس اللوجو بنفس الطريقه على طول. يبقى هي مجرد ادوات للكونسيستنسي، ولكن آه الاساس هو ايه؟ الكونسيستنسي. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه وهي الفيلينج، وهي ببساطه ان انت لما بتعمل ديزاين لبراند، فانت مش بس بتعمل ديزاين شكله حلو، ولكن انت محتاج تعمل ديزاين بيدي احساس، وبيوصل احساس معين للعميل او للي بيتفرج على الديزاين. والاحساس ده لازم يكون متوافق مع هوية البراند، ومتوافق مع رؤية وهدف البراند. فهو لو براند مثلا جيم، لازم اللي يشوف الديزاين يحس بالقوة، يحس بالكفاءة، يحس بان هو عايز يتحرك، يحس بالطاقة، يحس بالتشجيع، وهكذا. ما ينفعش يحس بالخمول، ما ينفعش يحس بالهدوء. فلازم تراعي الفيلينج بتاع الديزاين اللي انت بتعمله، وان هو يكون متوافق مع الفيلينج اللي البراند عايز يوصله. طب انا عشان اوصل الفيلينج اللي انا عايزه اعمل ايه؟ ارجع بقى راجع اللي احنا قلناه طول السيشن. لازم تستخدم الالوان المناسبه، لازم تستخدم الفونتات المناسبه، لازم تستخدم الاشكال المناسبه. فمن خلال الكالر ثيوري، من خلال الفونت سايكولوجي، ومن خلال الشيب سايكولوجي، تقدر تشكل الاحساس اللي هيتفرج على الديزاين هيحس بيه. تمام. تالت حاجه وهي الكاستمايزيشن. الكاستمايزيشن ان انت ببساطه ما ينفعش تستخدم حاجه جينيريك في الديزاين بتاعك. يعني ما ينفعش تستخدم صور جينيريك، ما ينفعش تستخدم ايقونات جينيريك، ما ينفعش تستخدم اسيتس جينيريك. لازم
كل حاجة تبقى بروح البراند، وتختار بعناية الحاجات او الاسيتس اللي هتستخدمها انها تكون متماشية مع روح البراند. مش حاجة اي حد ممكن يطلعها، مش حاجة شفتها مليون مرة قبل كده، مش حاجة عامة. لا، لازم تكون حاجة مميزة بروح البراند، سواء انت هتجيبها من على مواقع الاسيتس او الاستوكات، او هتولدها انت بنفسك بالاي اي. لازم تكون مراعي الكاستمايزيشن بدرجة عالية جدا جدا جدا. طيب، خلينا ناخد مثال على الحاجات دي. التو جريدز دول او التو سوشيال ميديا بلانز دول، هنلاحظ ان هم مطبقين بشكل مميز جدا الثلاث مبادئ اللي بتكلم عليهم. خلينا ناخد الاول نتكلم على الجريد الاولانيه دي. الجريد الاولانيه دي فيها ليفل من الكونسيستنسي عالي جدا جدا، وانا اخترت انها ما تكونش جريد يعني يبقى فيها شويه تباين. يعني شايفين الاثنين الابيض دول؟ في الغالب يعني الجريدز اللي احنا بنشوفهم بيبقى اللي هو ايه، اللون ده زي اللون ده، زي اللون ده، زي اللون اللي في النص، زي اللون اللي في النص، مش عارف ايه. بتبقى كلها يعني ايه، لونين بس. ولكن انا اخترت الجريد دي لان فيها ثلاث الوان، علشان انا عايز ابقى افهمك انه الكونسيستنسي مش انك آه، تبدل بين لونين وخلاص. الكونسيستنسي ممكن تبقى ان انت تبدل بين ثلاث الوان وتفضل في كونسيستنسي عادي، لان المساله مش بس في الالوان او الكالر كودز اللي بتستخدمها. الفكره كمان في نسبه الالوان. يعني ايه نسبه الالوان؟ يعني هنلاقي انه فاكرين قاعده 60 30 10؟ هي متطبقه هنا دايما. دايما في لون دومينانت ولون تاني مختلف، سواء كان هنا اسود وابيض، هنا احمر وابيض وفي 10% اكسنت، هنا مثلا اسود واحمر في 10% ابيض اكسنت، وفي هنا مثلا احمر وابيض في 10% في شعر البنت اسود. تمام؟ فبالتالي الكونسيستنسي في الالوان مش ان انت تستخدم نفس الالوان في الباك جراوند وخلاص، قد ما انت لازم تستخدم الالوان بشكل كونسيستنت. لازم تراعي النسبه بتاعت الالوان، النسبه نفسها تكون كونسيستنت. تمام؟ دي حاجه. الخطوط زي ما احنا شايفين، الخطوط كلها نفس الخطوط، واستخدام الخطوط او طريقه استخدام الخطوط برضو كونسيستنت. تمام؟ والارت دايركشن عامه واحد في كل الصور. طيب، نقطة تانية وهي نقطة الفيلينج. كل الديزاينز هنا بتوصل نفس الإحساس، لأن هما زي ما قلنا طالما انت خلاص ضمنت، طالما انت عملت يعني ثبت الألوان، ثبت الفونتات، ثبت الأشكال، طبيعي الفيلينج هيبقى واحد في كل الديزاينز. تالت حاجة وهي الكاستمايزيشن. بتبان قوي مثلا في، شايفين هنا الخط علامة أو الحروف المستخدمة هنا وهنا وهنا، كلها بنفس الشكل، كلها بنفس الستايل. دي غالبا متولدة بالاي اي، ولكن كلها نفس الستايل، مش جايبين اي حروف وخلاص. صورة الموديل هنا حتى، الموديل هنا شعرها اسود عشان يبقى ماشي مع اللون الاسود بتاع البراند، فمش اي برضو موديل وخلاص. ولابسه الجاكيت بنفس لون البراند، وهكذا. ففي ليفل عالي قوي من الكستمايزيشن هنا. مفيش اسيت مستخدمه في الديزاينز الا وهي طالعه بروح البراند. نفس الكلام تقريبا هنا. في كونسيستنسي من خلال استخدام نفس الكالر جريدنج، نفس الالوان، نفس الكالر باليت في كل حاجه، نفس الفونتات، ونفس يعني احيانا نفس اللاي اوت. يعني مثلا هنا شبه اللاي اوت دي، شبه اللاي اوت دي، شبه اللاي اوت دي، شبه اللاي اوت دي. ففي كده برضو كونسيستنسي حتى من حيث الكومبوزيشن. حلو. وغير كده الليفل برضو بتاع الكستمايزيشن عالي قوي. السلاسل دي شبه يعني هي بروح البراند. الصاروخ ده بروح البراند. سفينة الفضاء دي، الصورة دي، كوكب الأرض، الإيد، اللي مش عارف ايه، كل الإليمنتس هنا معمولة بروح البراند. فبالتالي دول مثالين مطبقين بشكل قوي جدا المبادئ اللي اتكلمنا عليها. كده نكون خلصنا كلام عن الخمس مبادئ الأساسية اللي لازم تتعلمها في بداية رحلتك كجرافيك ديزاينر في 2026: الكومبوزيشن، الكالر، التيبوجرافي، والشيبس، والايدنتيتي. من هنا تقدر تتعلم اي حاجة تانية. من هنا بعد ما تتقن الخمس مبادئ دول وتقرا عنهم اكتر وتتعلم عنهم اكتر، تقدر بقى تروح تتعلم فوتوشوب، تقدر تروح تتعلم اي اي،
تقدر تروح تتعلم اي مبادئ تانية. في الاخر الخمس اساسيات دول هم اللي هيحققوا لك شغل بكواليتي عالية، وهو ده اللي هيجيب لك شغل. زي ما قلنا الاي اي مش مطلوب لنفسه، والشغل المانوال مش مطلوب لنفسه، هو مطلوب في الاخر كواليتي. طلعتها ازاي دي بتاعتك. فاتمنى يكون الفيديو كان مفيد، و لو استفدت بيه فسيب لنا بقى كومنت او لايك او سبسكرايب، وشارك الفيديو مع زمايلك لو حد مهتم بالموضوع دوت وشايف انه الفيديو هيفيده. وطبعا زي ما قلت لكم في الاول، الشانل التليجرام اللينك بتاعها في الديسكريبشن، ممكن تجوين عشان تتابع كل اللايف سيشنز الجايه. وشكرا جدا.